تعالى اقول لك على فيلم اندر ريتد. تعالى بس، تعالى بصراحه، بما ان الدنيا مقلوبه دلوقتي على فيلم سوبر مان الجديد وبتاع، ما لقيتش افضل من فيلم مان اوف ستيل ان انا اقدمه في سلسله الاندر ريتد. الفيلم ده يا جماعه اللي ظلمه ان هو بيقدم شخصيه سوبرمان. جايز ما كانش فيه وقت للريلز او فيديوهات ان انا اتكلم فيها براحتي، ان انا ما بحبهاش شخصيه سوبرمان دي. بحسها في ازمه ما بينها وبين الجمهور بشكل عام، على عكس مثلا شخصيه باتمان او سبايدر مان. انت حاسس بالشخصيه دي، حاسس بالمعاناه للشخصيه دي، حاسس بالمأساة اللي حاسس بيها الشخصيه دي. فاللي ظلم الفيلم ده شخصيه سوبرمان. لكن لو احنا ركننا كده شخصيه سوبرمان على جنب، هتحس انه الفيلم بجد فيلم عظيم. اوفر قوي صح؟ في حاجات مش اي حد عنده الجرأة انه يريسك ويعملها، واتقدمت في الفيلم ده بشكل عظيم. لحد دلوقتي انا بتكلم على الدراما وعن القصه بشكل عام، لكن انا دلوقتي ما اتكلمتش عن الاكشن وقد ايه فعلا الفيلم ده بالنسبه لي سابق عصره من ناحيه التصوير ومن ناحيه الاكشن ومن ناحيه السي جي اي والريف اكس. اكيد كله سمع عنه واكيد كله عارفه، واكيد في ناس ممكن تقول لي ده فيلم مش اندر ريتد، ده معروف وكده. انا عارف، بس انا بتكلم على نقطه معينه جدا. جربوا تتفرجوا على الفيلم ده كانه ملوش علاقه بسوبرمان، كانه ملوش علاقه بالسوبر هيروز. جربوا تتفرجوا على الفيلم ده لوحده، هتلاقوه بجد فيلم جبار. يعني انا شايف بصراحه الفيلم ده لو نزل دلوقتي في الوقت الحالي كان هيكسر الدنيا، لان الناس خلاص زهقت من جو بتاع السوبر هيروز، وزهقت من جو اللايت واللذاذه والنكت والسخافه والحاجات دي. يعني يا ريت اللي ما اتفرجش عليه وما ادوش فرصه، يا ريت يديله فرصه يتفرج عليه، واللي اتفرج عليه يا ريت يكتب لي رايه في الكومنتات. سلام.